متابعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كباب الدجاج التركي المشوي في الفرن من أروع ما يكون، ينفع فطور ولا عشاء، طبق رمضاني بامتياز. غادي نحضروه بواحد التتبيلة رهيبة، ويجي بنين بنين بزاف، يجي طري ماشي ناشف، محمر وميدم ومعسل، يقطر بالبنة. غادي نرافقوه بزوج تاع لي صوص. كامل أسرار نجاح هذا الوصفة غادي نشوفوها مع بعض في هذا الفيديو. إذا تابعوا معايا الفيديو باش تشوفوا الكيفية وتدوا المقادير. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. رمضانكم كريم وتقبل الله منا ومنكم يا رب العالمين. واش أحوالكم خواتاتي؟ لاباس عليكم؟ إن شاء الله تكونوا كامل بخير، نتوما وأفراد العائلة يا رب العالمين. إذا هذه الوصفة اش غادي نحتاجوا لها؟ الوصفة هذه شوفوا مكوناتها بسيطة وطريقتها أبسط مما تتخيلوا، والنتيجة إن شاء الله غادي تكون ولا أروع. إذا غادي نحتاجوا أول حاجة نخدموا الخضر، من بعد نروحوا للحم. الخضره اش غادي نحتاجو هنايا؟ عندنا غير حبه بصل وحبه فلفله. حبه بصل تقطعوها تنقوها وتقطعوها تقطيع يعني اجزاء صغيره، ما يهمش، لان تقطيع عشوائي كلش غادي نفوتوه في الرحه ولا الاشواغ ينطحن. ونروحوا للحبه تاع الفلفله. الحبه تاع الفلفله هنايا خصها تكون حمراء، نغسلوها ونقطعوها. وعلاش حمراء؟ ممكن واحد يقول لي علاش حمراء؟ ما ندوش الخضراء. الحمراء علاش؟ هما الوصفه الاصليه كيما ها. وثاني هذيك الاحمرار تاع الفلفل نحتاجوه باه يعطينا الاحمرار في الشواء، يعني في الشيش ولا الكباب، ويعطينا الحلاوه للحم. هذا مكان. اذا تقطعوا هذيك الفلفله، تحطوا كامل هذيك الخضره في الاشواغ. غادي ما ديروا لا توابل لا والو، ما تحطي لا ملح، ما تحطي حروم، ما تحطي حتى حاجه، كيما راهم غادي ترحيهم. حطي الفلفله والبصله وغلقي الاشواغ تاعك ورحي. هذاك نعرفوا حنايا الفلفله فيها الماء والبصله فيها الماء. اذا اش غادي نديروا هنايا؟ غادي تجيبي طاوه وتجيبي صفايه وحطي هذاك اللي رحيتيه تاع البصله والفلفله، وحاولي تنزلي كامل هذاك الماء، السوائل اللي راها في البصله والفلفله نزلوها. كان هذيك السوائل تبقى غادي تغبني في اللحم من بعد، واللحم غاديش يلصق لكم في العود، يعني كان يبقى فيه الماء بزاف. حاولوا تضغطوا مليح مليح، تنزلوا كامل السوائل. هاو هذاك السوائل اللي نزلناها، هذه البصله والفلفله ديروها بجيه، وهذيك السوائل غادي نحتاجوها خلوها بجيه. نروحوا للحم نوجدوه، لان غادي نحطوه في الثلاجه باه يبرد مده معينه. غادي نقطع عليه شويه ربطه صغيره تاع معدنوس ماشي كبيره. باش نزيد عليه الشحم، هذا الشحم لابد منه، يعني هو اللي غادي يعطينا البنه ويعطينا الليدام تاع في الشوا. انا هذا شريته في نهار الوصفه من عند البوشي، راكم تشوفوا راه نقي، وقطعت كميه مليحه لا باس بها. ونحرزوا رواحنا الشحم يكون فيه بنه ولا ريحه غادي يضيع لكم كامل الوصفه. ورحوه. هاو اللحم راه مرحي مع الشحم والمعدنوس. اش غادي نزيد عليه؟ زيدي عليه ديك الفلفله والبصله اللي درتيها. انا ما ديتش كامل الكميه لان حتى الفلفله كانت كبيره، نتوما دوغي وحده صغيره. هذا المزيج غادي نمزج الكل بعد ما نزيد التوابل. التوابل غادي نحتاجها نصف ملعقه ممسوحه تاع ملح، نصف ملعقه صغيره فلفل اسود، ملعقه صغيره تاع كركم. وهنايا غادي نزيد التوابل تاع الثوم والبصله المجففه وشويه بابريكا تعطينا اللون. وغادي نزيد واحد المكون اللي ما نضريش نشوفوه اللي هو الفرينه ولا الطحين الابيض، ملعقه كبيره تاع طحين ابيض. شهي الفايده تاعها. الفايده تاعها هذه كي شغل استيوس حيله. الفايده تاعها انها تنشف، ربما السوائل تبقى لنا في المزيج، تنشف لنا وتشرب لنا هذيك السوائل. والحاجه الزوجه انها تعطي الهشاشه في اللحم. نتوما خلطوكوش، ديروا اللحم تاعكم في الفريجيدير ولا الثلاجه واحد الساعتين وثلاث سوايع يشرب مليح وينشف. نروح لهذيك السوائل اللي قلت لكم عليها قبيله. انا عندي مقله صغيره كاع في المقالي جبتها، حطيت عليه هذاك اللي طيحته ولا نزل من الفلفله والبصله. شزت عليه؟ زدت عليه ملعقه تاع طوماط كونسونطري، طماطم مصبره، زوج ملاعق كبيره تاع زيت، وسنينه تاع ثوم. سنينه مليحه يعني كبيره ولا زوج سنينات اللي بدنا نتبلوا لاصوص تاعنا مليح. التوابل اللي غادي تحتاجها لاصوص ماشي حاجه كبيره، ما نكثروش في التوابل، عندنا غير ملح وفلفل اسود. تملحوا قد المقدار اللي عندكم، وديروا عليها شويه سكر وديروها تنقله. ديروها تنقله واحد 5 دقائق 6 دقائق، طفوا عليها. عود الشواء.
غادي نوريكم النوع اللي غادي نستعمله. هذا الأعواد العريضة وراها تنباع، تلقاها عند يعني اللي يبيعوا محلات الأواني ولا الكنكرية كامل يبيعوه. ما ديروش هذوك الرقاق لخاطر اللحم ما يلصق لكمش، غير يغبنكم. هنايا البلا تاعي اللي غادي نستعمله ندير له شوية زيت، سينو غادي اللحم يلصق لأن البلا بارد واللحم بارد. وخروه على جهة ونروحو للحم. ها هو أنا ديت سوطاس فيه الماء، غادي نحط يديا في الماء، تغطسوا يديكم تشمخوا يديكم في الماء، وغادي نوريكم اللحم من يريح كي يولي. راكم تشوفوا لابول كي راني شدتها، الكرة تاع اللحم كاني شدتها ناشفة ما فيهاش هذاك الماء. كون يبقى الماء فيها غادي ما تلصقكمش على العود هنايا، العود الخشبي. اذا توقفوا الطريقة اللي غادي تستعملوها، توقفوا العود تاعكم وتشدوا لابول من الفوق وتهبطوا اللحم لتحت. انا شوفوا مقياس التصوير غادي يغبني على راني دايره العود راني دايرته يعني افقي. هبروا غادي نبين لكم مليح، طلعت الكاميرا مليح باه نوريكم. اذا شوفوا لابول ميدي من الفوق غادي تضغطوا على اللحم، تضغطوا على العود الضغط، و او ميم طون راكم تهودوا اللحم لتحت. شوفوا تضغطوا مليح وتهودوا اللحم بكل سهوله غادي يتشكل لكم الكيش. عرفتوا الكباب هاو تشكل بسرعه. تستفوا كامل لي بغوشات تاعكم ولي كيش تاعكم في البلا هذا، تدهنوهم بشويه زيت تدخلوهم للكوشه. دوك تشوفوا النتيجه اللي غادي تكون. غادي نعطيكم واحد الاستيس، غادي نحط لكم جوا حار هنايا باه نحطوه في البلا. شوفوا انتبهوا مليح باه غادي تشوفوا النتيجه. هاي النتيجه روعه 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 ما شاء الله، الله يبارك. محمر ميدم، راه يقطر بالبنه. وغادي نعطيكم واحد الاستيس باه يجيكم تاني حمر كيما هكا. من هادو اللي كيبغيو يطيبوا بواحد 5 دقائق، هذوك لاصوص طوماط اللي طيبتوها ديروا بانسو ودهنوا كامل هذوك لي بغوشات تاعكم، عاودوا رجعوا لي كيش تاعكم في الكوشه. هادو لي كيش تاكدوا بان اللحم غادي يجي ماشي ناشف، غادي يجي طري. على الاسرار كامل اللي عطيتها لكم تبعوها باش تنجحوا فيها. غادي يجي الكيش هذا طري، غادي نحيه من العود وغادي نوريكم واحد يعني القوام تاعه كي غادي يجي. شوفوا انا غادي هنا حضرته في طبق، غادي نرافقه مع شويه سلطه وشويه زيتون ونحطه في مائده رمضان، يعني كحشه. ها انا حطيته بالبصله كي المشوي طبعا رافقوه بالبصله والزيتون مع شويه سلطه. انا بقيت غادي نوريكم واحد. غادي نحل لكم العود، غتشوفوا كي راه في يدي راه ميدم. تشوفي الاصابع تاعي راه تلمع بالشحم، والبنه تاعه والريحه تاعه تاكدوا يعني كي تجربوه ما نقولكمش كي جا. غادي كي تجربوه غادي تعرفوا كي جا، تذوقوه وشوفوا القوام تاعه راه يتفتت. القوام تاعه طري ويتفتت ولا راه طايب من الداخل ومن الفوق وماشي ناشف. يعني تلقوه ميدم معسل، يقطر بالبنه. رافقته قلنا بالوز تاع لي صوص، هذه صوص الجيريان. والصوص اللي خدمتها معاكم صوص طوماط. نتمنى ان شاء الله يا ربي انا عطيتكم الوصفه بكل امانه، الوصفه الاصليه التركيه بكل امانه بجميع الاسرار. نتوما ثاني بكل امانه ما تنسونيش، ما تبخلوش عليا كما بخلتش عليكم، ما تبخلوش عليا بلايكاتكم وتعليقاتكم الجميله، وجربوا الوصفه ان شاء الله تنجحوا فيها. الى وصفه اخرى، سلام.